السلام عليكم متابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وحشني كتير. النهاردة هنعمل الليمون المعصفر السريع بطريقة سهلة وجميلة والنتيجة بتاعتها ممتازة. هنعمله وهناكل منه بعد 3 أيام. الليمون من المخللات الجميلة اللي كلنا بنحبها جنب المحشي، جنب أي أكل بيكون ليها طعم خاص، وخاصة الليمون المعصفر. شايفين عامل زي الزبدة. هنعمله بطريقة سهلة، بس قبل اي حاجة تنزلوا في الكومنتات تصلوا على النبي اكسب اجر انا وانتم. هنا جايبة حوالي 3 كيلو ليمون اصفر، غسلاهم ومصفيهم من المية. ننقي الليمونة اللي تكون يعني ما فيهاش مية كتير من جوه. انا بحب الحجم الصغير مش الحجم الكبير، بس ده احلى. يعني شوية ليمون لقيتهم موجودين عندنا. بجيب الليمون بعمل فيه علامة زائد بالطريقة دي، مش بوصلها للاخر. هخلص كل الكمية وهنشوف هنعمل فيها ازاي. عندي حلة على النار فيها مية بتغلي، هنزل الليمون. ننزله واحدة واحدة، لان احنا لو فضيناهم مرة واحدة المية هتطرطش علينا وتحرقنا. وهسيبه يغلي لحد ما هحط واحدة كده وادوس عليها بالشوكة الاقيها استوت. اطلعه بسرعة من المية واصفيه. وبعدين بعد ما هصفيه من المية دي هنحط عليه مية ساقعة عشان نوقف التسوية بتاعته. وكمان المية دي هصفيها منها ونبدأ التخليط. عندي هنا لتر مية انا غلياها وسايباها تبرد. هحط لها 4 معالق ملح، ومعلقة حبة البركة، ومعلقة عصفر، وكمان شوية كركم، ومعلقة هريسة شطة او فلفل، واحدة فلفل مهروسة، و4 معالق خل. هفضل اقلبهم لحد ما الملح يدوب. وعندي بطرمان غسلاه ومحقماه كويس، هحط فيه 1 فلفل حار بيخلي الليمون فيه لسعة شطة كده، يعني سبايسي جميل. واملى البطرمان للاخر بالظبط 3 ايام وهناكل منه. بعدين اتملى هغطيه بمية التخليل اللي احنا عملناها او محلول التخليل. الليمون ده ممكن لو يعني الكمية قليلة تخللوه في بطرمان بلاستيك هيكون تمام، يعني مش هيقول لا. انما لو هتخلوه فترة كبيرة الافضل ان هو يكون في ازاز. مليناها كده. في الاخر هحط على الوش شوية زيت، لان الزيت ده اللي بيمنع الحاجات البيضة اللي بتطلع. كده خلصنا. هقفله كويس. اهم حاجة البطرمان بتاعنا يكون محكم الغلق، وهرجه كده رجتين وخلاص. بس اهم حاجة كمان نحطه في طبق عشان ما يوقعش حاجة. وبعد 3 ايام نفتح عليه بيبقى بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وبحبكم في الله.